مساء الفل عليكم. من الخواطر اللي جات للواحد هي فكرة طول الأمل. طول الأمل. طول الأمل وقد إيه إحنا متمسكين بالدنيا ومتعلقين بيها لآخر لحظة، رغم إن إحنا عارفين، كلنا عارفين المعلومة دي إنها حقيقة كونية. كلنا عارفين إن إحنا هنموت. كلنا عارفين إن عمرنا ليه آخر. إحناش عايشين مخلدين في الأرض. إحنا عارفين كده، بس نيجي على أرض الواقع نشوف مدى تكالبنا على الدنيا ومدى تعلقنا بيها، وإيه كمية الخطط اللي بعد مليون سنة حاطينها في اعتبارنا، وهنعمل وهنسوي وبكرة وبعد، وهروح من الحتة الفلانية أروح الحتة العلانية، بعد كده أطلع من هنا أروح كذا وأعمل كذا وأسوي كذا و بالراحة بالراحة. الأمل مهم كل حاجة، إحنا عايشين في الدنيا دي بالأمل، ولكن الأمل لما يزيد عن حده ويخلي تعلقك بالدنيا بشكل بشع للدرجة دي مفيش مجال إنك تفكر في حاجة تانية، فهنا الطامة الكبرى. لأن أنت وأنت قاعد مشغول 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 مشغول، أنت فجأة هتلاقي عمرك خلص، اللي هو أوريدي أنت عارف إن هو هيخلص، بس أنت فاكر إن هو لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري، أو لسه بدري لإمتى؟ ما هو لسه بدري ده ليه آخر. يعني النهاردة لسه بدري وبكرة برضه لسه بدري. بكرة هيبقى لسه بدري ناقص يوم. ده لو على الحسبة بتاعتك يعني، اللي هي أصلا ملهاش أي معيار، وأنت عارف إنها ملهاش أي معيار. العمر مش آه، يعني أنت ما أنتش عارف أنت هتموت إمتى مسبقا. انت ممكن في اي وقت، صغير كبير صحيح مريض، مش هو ده المعيار. ففكرة لسه بدري وهعمل لسه وهسوي لسه وبعد كده بقى ابقى اشوف بقى ايه اخرتي بقى وليلتي ودنيتي. انت ممكن ما توصلش للمرحلة دي. ليه؟ لا، هو انت مش ممكن، انت اكيد مش هتوصل للمرحلة دي، لانك على طول هتبقى في حالة صراع مع الدنيا. انت تجري وهي تجري وراك، انت تجري وهي تجري وراك، بتجروا ورا بعض لانها ملهاش نهاية. الصراع ده ملوش نهاية. كونك تفتكر ان الصراع ده ليه نقطة وبعد كده خلاص انا تمام كده ابدأ بقى اشوف اخرتي وابدأ ارجع لربنا، لا، الصراع ده هيسحبك، عامل كده زي موج البحر، او انت نزلت البحر، المية تفضل تسحب فيك تسحب فيك تسحب فيك تسحب فيك لغاية لما تلاقي نفسك غرقت جوه. فخد بالك، خد بالك من فكرة انك عارف انك هتموت، وكلنا هنموت، وفي نفس الوقت كل افعالك بتقول انك مخلد في الارض. يعني خلي الدنيا في ايدك مش في قلبك، ايا كان انت متعلق بايه. شوف اكتر حاجة عزيزة عليك او اكتر حاجة انت عاوزها، خليها في ايدك، متخليهاش في قلبك. ان لو بقت في قلبك دي مشكلة. انت يعني لا، اللي خليه في قلبك ده حاجة تانية، اللي في قلبك ده يبقى الاخرة، يبقى ان خلاص احنا بنحاول نعمل حاجة كويسة عشان لما نقابل ربنا ان شاء الله، وهكذا. ده اللي المفروض يكون موجود في دماغك او في عقلك او في قناعاتك او في وعيك. ده مع السعي بتاعك في الدنيا، انت بتسعى لرزقك وبتسعى ان وضعك يبقى احسن وافضل وافضل وافضل، بس في ايدك مش في قلبك. وفكرة الخلد اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا فاكرين ان احنا مخلدين في الارض، سبحان الله موجودة من ايام سيدنا ادم. يعني شوف سيدنا ادم في سورة طه بيقول ايه، على الشيطان بيقول ايه او وسوس لسيدنا ادم بايه في سورة طه. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، الشيطان بيقول لسيدنا ادم: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، شوف الشيطان داخل لك منين. هل ادلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد. سيدنا ادم، سيدنا ادم اكتر واحد عارف ان عمره محدود وهيخلص وهينتهي، ومع ذلك دخله منين لسيدنا ادم؟ دخله منين؟ شجرة الخلد. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهي حاجة عندنا، يعني هي نقطة ضعف موجودة عندنا، هي التعلق بالدنيا والخلود. فكرة الخلود في حد ذاتها، وإن دايما في حاجات هتعملها وهتعمل 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 وهتسوي 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 من أيام سيدنا آدم. فيعني نحاول بقدر الإمكان نخلي الدنيا في إيدنا، زي ما الدين علمنا، وزي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا، وزي ما شفنا في أمثلة كتير للصحابة والتابعين وتابعين التابعين من الزهد في الدنيا، وازاي هما كانوا متعلقين بالآخرة مش بالدنيا. فنتمنى إن شاء الله يعني ربنا يتوب علينا ويرزقنا يا رب حسن الخاتمة. أشوفكم على خير. سلام عليكم.